هل الإبل مخلوق من الجن أو ما شابه ذلك؟ الإبل تلابسها الجن وليست هي من الجن. كيف تلابسها؟ تخالطها. نعم. ما حكم شرب حليب الإبل؟ لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوالها وألبانها خصوصا للمصاب بالحمى، فهي طاهرة، وأبوالها وألبانها طاهرة، وألبان الإبل مغذية ومفيدة. نعم. حكم أكل لحم الخيل؟ لحوم الخيل حلال، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم. هل يجوز أكل الضبع؟ يؤكل الضبع في الحديث الصحيح أنه من الصيد، يؤكل إذا كنت تكره ولا تأكله. نعم. هل يجوز ذبح الشاة الهزيلة ورميها لأنها تعبانة وهي لا تأكل ولا ترعى مثل أخواتها؟ هل هذا صحيح؟ غير صحيح، ولا تذبح إلا للأكل، إذا لم تؤكل تترك تموت لوحدها. نعم. ما حكم إدخال البهائم على المقابر لترعى لأن العشب صار طويلا ويضيق على الناس الزيارة؟ لا تدخل البهائم على المقابر وتدوسها بحجة أن فيها العشب، الواجب إزالة ما على المقابر من الشجر أو من العشب، ولا تدخل عليهم البهائم. نعم. وجدت حمامة في الشارع لا تستطيع الطيران، فأمسكتها وأطعمتها أياما حتى قدرت على الطيران، فهل علي شيء؟ لك أجر في ذلك، لأنك أحسنت إليها. في كل كبد رطبة أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلك الأجر في ذلك. نعم.